المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء وأستهلها بأبرز العناوين. توجيهات من رجال الدين في إريتريا. العثور على آثار قديمة تعود لملايين السنين في جلالو. الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب تحصل على دعم مادي. ترامب يقول إنه تحدث مع رئيس الصين عن فيروس كورونا. بوريس جونسون ووزير الصحة البريطاني مصابان بكورونا المستجد. والولايات المتحدة تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا بنجاح. السلام عليكم ورحمة الله. وباء فيروس كورونا الذي يعد أحد الفيروسات الشائعة والخطيرة وسريعة التفشي والانتشار أصاب خلال 3 أشهر أكثر من نصف مليون شخص على مستوى العالم، وتسبب في وفاة أكثر من 25 ألف آخر. وللحد من مرض فيروس كورونا المعروف بكوفيد 19 الذي أثار الذعر والهلع على مستوى العالم نتيجة لعدم إيجاد أي علاجات ولقاحات له حتى الآن، تقوم الحكومة الإريترية إلى جانب التوعية الجارية لرفع وعي ومعرفة المواطنين، تقوم باتخاذ خطوات من حين لآخر تحمل كافة المواطنين مسؤولية ضمان صحتهم وسلامتهم، وكذلك صحة وسلامة أسرهم وزويهم ومجتمعهم، وإيقاف اجتماعات يشارك فيها أكثر من 10 أشخاص، وإيقاف الرحلات الجوية، وكذلك خدمات المواصلات العامة. ومواصلة لهذه الخطوات الهامة والآنية التي تعطي الأولوية لسلامة المواطنين والوطن، قام نيافة الأنبا الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية ومكتب دار الإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية والكنيسة الكاثوليكية الإريترية والكنيسة البروتستانتية الإريترية بإجراء تحسينات حول الشعائر الدينية، حيث أصدر كل من جهته توجيهات يجب على المؤمنين اتباعها، وفيما يلي تلخيص لأهم النقاط. أولا، جميع الكنائس والمساجد والجوامع تقوم بقرع النواقيس ورفع الأذان كالعادة، إلا أنها توقف الصلوات الجماعية، ويؤدي المؤمنون الصلوات اليومية والأسبوعية كصلاة الجمعة والأحد في منازلهم. ثانيا، يقوم المؤذنون وخدمة التابوت بأداء صلواتهم داخل المساجد والكنائس، ويتابع المؤمنون أوقات أداء الصلوات من منازلهم عبر مكبرات الصوت. ثالثا، يتم إرجاع المناسبات والأعياد السنوية للأديرة وغيرها إلى أيام أخرى، ويتم إحياء العيد السنوي بأعداد قليلة من خدمة الكنائس. رابعا، تختصر المناسبات الاجتماعية كالزواج والخطوبة والسماية ومراسم الدفن وغيرها من مناسبات الأفراح والأحزان على الأقارب فقط، مع الامتناع على التحايا بالأيدي السائدة في الأحزان، وكذلك التجمعات ومناسبات العزاء، على أن تختتم الأحزان خلال 3 أيام. خامسا، تمنع التحايا بالأيدي والتقبيل السائد بين المؤمنين في أي مكان وزمان، حيث يجب على كافة الأفراد ضمان نظافتهم وسلامتهم. سادسا، يجب على المؤمنين الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة والعمل على تنفيذها والتقيد بها، بالإضافة إلى العمل بوعي للحد من نشر أكاذيب وشائعات غير مؤكدة. سابعا، هذه التوجيهات تعتبر سارية المفعول ابتداء من يوم غد السبت 28 من مارس 2020. عثر مشروع إنجلا إلى راموند في إطار الاستكشافات الجارية في علم الآثار الجارية في الفترة من 20 من فبراير الماضي وحتى مارس الجاري، عثر على آثار أحفورية قديمة في مديرية جلالو بإقليم شمال البحر الأحمر تعود إلى ملايين السنين. وأوضح المهنيون المشاركون في عملية الاستكشاف الجاري بالتنسيق بين مفوضية الثقافة والرياضة ومتحف إقليم شمال البحر الأحمر والخبراء الإسبانيين، أوضح بأن إريتريا وباعتبارها جزء من ثقب وادي ضخم في القرن الإفريقي، مشيرين إلى أهمية الأبحاث والحفريات التي تجري في الجزء التابع لإريتريا مقارنة بالتاريخ وعصور ما قبل التاريخ. وأفاد الدكتور زاغاي مدين مسؤول فرع أبحاث الموروثات القديمة بمفوضية الثقافة والرياضة بأنهم اكتشفوا آثارا أحفورية تثري بل وتتجاوز الآثار المماثلة المكتشفة مسبقا في منطقة بويا.
وأضاف الدكتور صقاي قائلا إنه رغم تواصل الأبحاث الشفهية إلا أنه تمت استكشافات في منطقتين تعود لعصور ما قبل التاريخ، آثار بشرية وآثار حيوانات منقرضة تتفاوت أعمارها ما بين 8,000 وحتى مليون سنة، فضلا عن آثار أخرى تعود ل 1.1 وحتى 1.2 مليون سنة. وقال الدكتور صقاي إن الأبحاث الجارية عن طريق ذلك المشروع الذي يرتكز أساسا على الأبحاث العلمية تجري لتعزيز دور إريتريا في تطور الآثار الإنسانية والحيوانية، مشيرا إلى أهمية الاستكشافات الجارية في أعوام مختلفة والمعلومات المكتسبة. من جهتهم قال الخبراء الإسبانيون المشاركون في المشروع إن المناطق التي تشهد الأبحاث والحفريات تستكشف فيها آثار حفورية قديمة ومهمة بشرية وحيوانية كانت تعيش في مرحلة أو منطقة واحدة، موضحين بأن مشروع إنجل عيلا راموند يتميز من المشاريع الجارية في دول أخرى. بدورهم عبر الخبراء الإريتريون عن أمنياتهم بأن الأبحاث الاستكشافية الجارية في علم الآثار تسهم كثيرا في إنجاح الجهود الجارية لجعل إريتريا مركز الجذب السياحي. ويجري مشروع إنجل عيلا راموند أبحاث استكشافية منذ 2012 وجرى هذا العام للمرة 8. حصلت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب على دعم مادي من فرعيها في شتوتغارت الألمانية والسويد، وساهم فرع الجمعية في شتوتغارت بدعم مادي قيمته 320 ألف يورو وفرع السويد ب300 ألف يورو، حيث تمثل الدعم على المراتب الصحية والرفوف والعكازات والأسرة الطبية وعربات الدفع وأجهزة طبية وأخرى للبناء، فضلا عن أجهزة لتحريك عضلات جسم الإنسان. وأوضح الأستاذ قبر برهان إياسو رئيس الجمعية في مراسم التسلم والتسليم التي جرت في 26 من مارس إن الدعم المقدم هو امتداد للمساعدات التي كانت تحصل عليها الجمعية من الجهات المهتمة، مما ساهم ذلك الدعم بفعالية لخدمات المعاقين. من جهته قال السيد محمد نور إدريس مسؤول قسم التنظيم والمعلومات في الجمعية إن المواطنين الإريتريين لا يحتاجون إلى المناشدة والتوصية لتقديم الدعم للمعاقين. يذكر بأن الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب كانت قد حصلت من فروعها وغيرها من المهتمين على دعم مادي وعيني. أجرت إدارة مديرية نقفة تقييما شاملا أوضحت فيه تحقيق العملية التعليمية لنتائج عالية، وقدم مسؤول المدارس في المديرية السيد عبد الله صالح تقريرا أوضح فيه نجاح 89% من طلاب المدارس الابتدائية في النصف الأول من العام الدراسي 2019-2020 و70% في المدارس المتوسطة و80% في المدارس الثانوية. وأشار إلى انخفاض نسبة المقاطعة ب3% بفضل التوعيات المكثفة الجارية، فيما حققت برامج تعليم الكبار وعريوت تطور نسبي. من جهتهم دعا المشاركون لخلق آفاق تعجل من وتيرة اكتمال بناء المدارس المتوقفة وتنظيم دورات تأهيلية لرفع كفاءة المعلمين ومنح اهتمام أكبر للمدارس التي تدرس في خيم. بدوره ناشد مسؤول الخدمات الاجتماعية في إدارة مديرية نقفة سيد تسفاي إيوب ناشد الطلاب للاستفادة الجيدة من الفرص التعليمية والنظر إلى المستقبل، وعلى الآباء لعب دور بناء لحل المشاكل. يقوم سكان مديرية قلوج وخاصة سكان بلدة قلوج بخطوات جيدة للتقليل من نواقص الخدمات التعليمية، وظلت تسهم تلك الخطوات في تحسين العملية التعليمية. وذكر مدير مدرسة جبل حامد الثانوية الأستاذ رزاني حقوس في اللقاء الجاري مع الطلاب ولجنة الآباء وجود مدارس ابتدائية تدرس في خيم مؤقتة والنواقص فصول دراسية في المدارس المتوسطة والثانوية، مشيدا بالخطوات الأهلية المتخذة للتقليل من تلك النواقص. وقال الأستاذ رزاني أنه ورغم أن مساهمة وكفاءة الطالبات في المرحلة الثانوية إلا أن الزواج المبكر وأسباب غير منطقية ظلت تتسبب في مقاطعة مقاعد الدراسة، داعيا لتعزيز دور لجنة الآباء للحد من ذلك. من جهتها أكدت لجنة الآباء العمل بجدية للتقليل من نواقص ومشاكل الخدمات التعليمية بتوعية وتأطير المواطنين وخاصة الآباء، مشيرين إلى أن الآباء قد تبرعوا ب70,000 نقفة
لحل القلة في الفصول الدراسية. أنباؤنا لا زالت متواصلة ولكن بعد الفاصل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ وناقشا بتفصيل كبير وباء فيروس كورونا الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 24 ألف شخص على مستوى العالم. ويشكل هذا الإعلان بادرة تهدئة بعد أيام من تبادل الاتهامات بين واشنطن وبكين حول المسألة. وأكد شي أيضا وفق قناة CCTV العامة أن الصين مستعدة لمواصلة تبادل المعلومات والخبرات مع الولايات المتحدة بدون تحفظ. كما أفاد التلفزيون الصيني الرسمي أن الرئيسين تحدثا عبر الهاتف لكنه لم يكشف عن تفاصيل المكالمة. واتهم ترامب مرارا الأسبوع الماضي السلطات الصينية بأنها أخرت الإعلان عن معطيات هامة متعلقة بمدى خطورة فيروس كورونا المستجد الذي كان من الممكن بحسب الرئيس الأمريكي منع تفشيه. وتأتي المكالمة التي اتسمت بلهجة تصالحية في وقت بدأ الوباء بالتفشي بسرعة في الولايات المتحدة التي بات عدد الإصابات فيها الأعلى في العالم بعد تسجيلها لأكثر من 86 ألف إصابة. من جانبه أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أنه يعد مع الرئيس الأمريكي ودول أخرى مبادرة جديدة مهمة لمواجهة فيروس كورونا. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن نتيجة خضوعه لفحص كورونا المستجد أتت إيجابية، مؤكدا أنه يعاني من أعراض طفيفة وأنه سيواصل إدارة تصدي الحكومة للوباء الذي يهدد باستنفاد طاقات مستشفيات بريطانيا. وعند ذلك أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أيضا إصابته بفيروس كورونا المستجد مع أعراض طفيفة أيضا. وقبل إعلان إصابة جونسون كان أمير موناكو ألبرت الثاني الوحيد من رؤساء الدول والحكومات الذي أعلنت إصابته رسميا، فيما يخضع كل من رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لحجر صحي بعدما خالطا أشخاصا مصابين. وفي حال عدم تمكن بوريس جونسون من العمل فسيتولى وزير الخارجية دومينيك راب بشكل مؤقت مهام رئيس الوزراء كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع. ويأتي هذا الإعلان المفاجئ بعد الكشف عن إصابة ولي العهد الأمير تشارلز بالفيروس الذي أكد مكتبه أنه لا يزال في صحة جيدة. وتسارع انتشار كوفيد-19 في الأيام الأخيرة في بريطانيا، حيث سجلت السلطات 115 حالة وفاة خلال 24 ساعة. أطلقت الولايات المتحدة بنجاح الخميس قمر اتصالات عسكرية على الرغم من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد الذي يشل البلاد. وأطلق قمر الاتصالات HFC 6 الذي يتسم بأمان فائق وتردد عال جدا أطلق من قاعدة كاب كانيفرال بولاية فلوريدا على متن صاروخ أطلس في 551 في أول مهمة عملية لقوة الفضاء الأمريكية الجديدة التي أنشئت في نهاية 2019. وقالت لوكهيد مارتن إن هذه المجموعة من الجيل الجديد للأقمار الاصطناعية تؤمن اتصالات محمية بشكل كبير وشاملة ومقاومة للقيادة الاستراتيجية والمقاتلين في البر والبحر والجو. وتابعت أن الاتصالات مشفرة واحتمال اعتراضها أو رصدها ضئيل، وتقاوم التشويش والقدرة على التدخل الكهرومغناطيسي الناجم عن انفجار نووي. تمكن خباز ألماني من استعادة الطلب على منتجاته بصنع كعكات على شكل لفائف ورق التواليت التي تشتد الحاجة إليها حاليا في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. وخطرت الفكرة لتيم كورتيوم الذي يواجه انخفاضا حادا في المبيعات مع عزوف الزبائن عن الشراء بسبب الأزمة، عندما شكى كثيرون من نقص في السلع بمتاجر السوبر ماركت مع تحول الألمان نحو تخزين احتياجاتهم. ويقول تجار التجزئة إن مبيعات لفائف ورق التواليت زادت بنسبة 700% في مارس مقارنة بشهر فبراير الماضي. وحققت الكعكة نجاحا كبيرا
إذ ينتج مخبز كورتيون بمدينة دورتموند غربي ألمانيا 200 قطعة يوميا، وبالكاد يلبي ذلك الطلب. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.